السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. جبت لكم اليوم هذا كراتا المفرمج اللي راهو داير حاله في مواقع التواصل الاجتماعي، ساهل في التحضير ويجي بزاف بنين ومفرمج. في المقادير تاعو نحتاجو نص صدر تاع الدجاج اللي رحيتو فيه لاشوار، نزيدو نص حبه تاع البصل مقطع رقيق، نقطع عليه شويه تاع المعدنوس ولا تاع القزبر، نزيدلو مغرف صغيره تاع لاموطارد اختياري تقدروا ما ديروهاش. بالنسبة للتوابل نضيف عليه شوية تاع الكركم حوالي مغرف صغيرة، نزيد له شوية تاع الفلفل الأحمر، نزيد لها شوية تاع الفلفل الأكحل، ونزيد له شوية تاع الكيري البنات. الكيري تاني يعطينا بنة بزاف شابة، ولا توابل الشاورما اللي متوفرين عندكم، وإلا كانوا مش متوفرين تقدروا تستغنوا عليهم في الزوج. في الأخير نضيف رشة مليحة من الزنجبيل ورشة مليحة من الملح أكيد باش ما يجيناش مسوس. هادو هما كامل التوابل. نزيد عليهم 2 مغارف كبار نتاع الزيت، زيت نباتي عادي. نخلط جميع المقادير جيدا حتى يدخلوا هادوك لي زيبيس في الصدر تاع الدجاج تاعنا بهاد الطريقه. هنا بعد ما خلطهم نضيف عليه 2 مغارف كبار تاع لا شابلوغ ولا الخبز اليابس، نزيد نخلطهم مليح في وسط هذاك الصدر، ندخلو مليح ونشوف يا البنات الا لقيت القوام تاعو متماسك معناتها خلاص، وإلا لقيت القوام تاعو شويه جاري نضيف له لا شابلوغ. هنايا انا مزيتو لقيتو شويه جاري، ضفت له مغرف وحده نتاع لا شابلوغ، يعني الاجمال كامل دالي 3 مغارف كبار تاع لا شابلوغ. نخلطهم ونجي نشكلهم كويرات بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا، نشكلهم على شكل كويرات. وفي الحشو نحشيهم بالفرماج، ديرهم كميه مليحه من الفرماج، تقدروا ديروهم بلا فرماج يا البنات ما تحشوهمش كامل، مي كي تحشوهم يعطوكم بنه بزاف شابه. شكلهم على شكل دوائر ولا شكل مستطيل كما شكلتهم انا، باي شكل تحبوه شكلهم بهذا الشكل كامل. نكملهم ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله. هنا بعد ما شكلت كامل الكميه اللي عندي كما راكم تشوفوا، هذه كميه تاع نص صدر تاع الدجاج، يعني تقطع لكم كميه لاباس بها. نص صدر تاع الدجاج تجيكم شحال من حبه. نروح ندير المقله تاعي فوق النار، ندير فيها شويه تاع الزيت ونخليه يسخن مليح. لازم الزيت تاعنا يسخن مليح هكا باش الكويرات تاعنا ما يتحلوناش في وسط الزيت. هنا بعد ما سخن الزيت تاعي مليح نقص له شويه النار، ندير نار متوسطه باش يطيبوا لنا من الداخل هذوك الكويرات. نقص له شويه النار ونبدا ندير في الكويرات نتاعي، نحطهم ونخليهم يطيبوا على نار متوسطه كما قلت لكم البنات باش يطيبوا لنا من الداخل. نحمرهم من كل الجوانب ومن بعد نحيهم نديرهم في بابي سيرفييت. وهنايا الكوريه تاع الدجاج راهم طابوا معايا، نروحوا نكملوا الكراته تاعنا. هنا بعد ما طيبت الكوريه تاع الدجاج تاعي خليتهم على جهه، وجيت نقطع البطاطا باش نقليها. انا حكمت حبه تاع البطاطا، ديروا على حسب عدد الافراد العائله نتاعكم. راح نقطعها مربعات كما راكم تشوفوا، نقطعها الى مربعات كامل ونروح نقليها في زيت يكون سخون. نقليها يعني بطاطا مقليه عادي، بلا ما راهي تقلى البطاطا يا البنات. هنا جيت باش نخدم معكم صوص بيشاميل نسحقوها في الكراطه تاعنا باش الكراطه تاعنا يجينا مشمخ وما يجيناش ناشف. صوص بيشاميل اللي مولفين نخدموها عرفوها كامل. نجيب كسرونه تاعي ندير فيها مغرف كبيره تاع المرغرين، نزيد لها مغرف كبيره نتاع الفرينه، نقلي هذيك المارغرين تاعي مع الفرينه مليح فوق النار حتى طيب لنا شويه الفرينه وتذوب لنا هذيك المارغرين. ونبدا نضيف الحليب تدريجيا ونخلطو حتى نتحصلوا على صوص بيشاميل عقده. نضيف لها شويه تاع الملح وشويه تاع الفلفل الأكحل، وضيفوا لها ثاني الفرامج الا كان عندكم. هذه هي صوص بيشاميل تاعنا راهي واجده. هنا بعد ما وجدت كامل واش نسحق في الكراطه تاعي، الكوريه تاع الدجاج طابو والبطاطا المقليه ثاني طيبتها ودرتها في بابي سيرفيت باش تشرب هذاك الزيت. وهذه لاصوص بيشاميل اللي حضرتها. نحكم المول تاعي اللي راح ندير فيه الكراطه، ديروا في اي مول يكون متوفر عندكم. انا درت هذا المول الاسطوري، درت فيه شويه صوص بيشاميل من تحت هكا باش الكراطه تاعنا ما تجيناش ناشفه. ديروا كميه من صوص بيشاميل وديروا عليها هذيك البطاطا اللي قليتوها كامل، فرشوها كامل بهذيك البطاطا. والان نجي ندير هذوك الصبيعات تاع الدجاج تاعي من الفوق بهذا الشكل كما راكم تشوفون، نستفهم كامل بهذه الطريقه. هنا بعد ما استفت كامل الكوريه تاع الدجاج تاعي نعاود نسقيهم بصوص بيشاميل هذيك كامل اللي حضرتها، نفرخها عليها هي البطاطا والدجاج هكا الكراطه تاعنا ما تجيش ناشفه من الداخل. هنا بعد ما سقيتهم بصوص بيشاميل ندير عليهم كميه من الفرماج رابي وندخل الكراطه تاعي طيب حتى تتحمر لي. وهذه هي الكراطه تاعي راهي واجده، تقدروا تقدموها مع اي طبق تحبوه، ديروها مع الزيتون ولا مع الجلبانه ولا كيما تحبوا. المهم هذا الكراطه يجي بزاف بنين يا البنات، كان اقتراح لطبق ثاني تاع رمضان ان شاء الله.
كانت هذه الوصفة تاع اليوم حبيباتي، إن شاء الله تكون نالت إعجابكم. ما تنساوش تخلوا لي جيم الفيديو وابوني في القناة، وإلى اللقاء.